السلام عليكم. تحفة معمارية موجودة بالمتحف المفتوح شارع باب الوزير بالدرب الأحمر. هي مجموعة معمارية جميلة جدا كانت بتضم مدرسة ومسجد وقبة ضريحية وسبيل مياه يعلو كتاب لتحفيظ الأطفال القرآن الكريم ويعلمهم القراءة والكتابة والحساب، وبعد إتمامهم تعلم القراءة والكتابة بينتقل الطالب للمدرسة عشان يتعلم أصول الفقه. وتم إنشاء المجموعة العظيمة دي خلال عهد المملوك الجركسي في عهد سلطنة السلطان الظاهر سيف الدين برقوس سنة 785 هجري 1383 ميلادي بأمر من الأمير الكبير سيف الدين أيتمش بن عبد الله البجاسي الظاهري. وبتتكون المدرسة من درقاع وإوان، وتم إنشاء تدريس مذهب فقهي واحد وهو المذهب الحنفي. وتم تجديد المدرسة خلال العهد العثماني، وده بيظهر في شكل قمة المأذنة اللي بتاخد شكل قلم الرصاص، وآخر تجديد ليها كان خلال العصر الحالي سنة 2006. وإن شاء الله هنتكلم عن سيرة الأمير أيتمش البجاسي في فيديو تاني بإذن الله، وعشان تعرف أكتر استنونا في فيديوهات تانية إن شاء الله.